حاجي فاطمة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، زميلاتي زملاء النواب، إطارات المجلس والوزارتين، الأسرة الإعلامية، السلام عليكم. قبل البدء في المناقشة أريد أن أقول سيد الوزير أنتم من بين الوزراء الذين أكن لهم كامل الاحترام والتقدير ونثق في كفاءاتكم، ولكن واجبنا يتطلب أن نعبر عن موقفنا. سيد الوزير، أريد أن أقول أن التاريخ يسجل موقفنا ولا يرحمنا إن لم نكن صادقين ولا نقول إلا كلمة الحق ولو كانت مرة عندكم، ولا نرهن الشعب بقرارات وقوانين تعد بشكل استعجالي وغير مدروس ودون إشراك أصحابها، مخالفة لما جاء به رئيس الجمهورية في فتح الحوار مع الشركاء والفاعلين قبل إعداد أي قانون، لأن الجزائر للجميع وماهيش للحكومة فقط أو فئة معينة. سيد الوزير، ما تقدروا ديروا والو وحدكم. سيد الوزير، كما يقول المثل قد وحدها ما تصرفقش. نحن اليوم نناقش قانون مهم جدا لأهم فئة اجتماعية، وهي الطبقة العاملة، والتي ناضلت تاريخيا منذ إنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين كداعم وللثورة مضحي من أجل الوطن. فالعامل ما هو المواطن، واستمر نضاله بعد الاستقلال وحقق إنجازات. وهنا أريد أن ألفت انتباه الحكومة المعدة لهذا القانون أنه يجب أن يعد وفق مبدأ العدالة والمساواة وخدمة للصالح العام والإيجابية، ومستقل عن رغبة وأهواء الجهاز التنفيذي. وثانيا أن سبب ضعف الهيئات في السابق كان بسبب النظام الذي تجاوز القانون وأهمله واستغل هذه الهيئات لصالحه. ومعالجة هذا الأمر لا يكون بهذا الشكل، وهو التضييق على هذه الهيئات بقوانين أكثر ما يقال عنها شكليا إنها تعبر عن الديمقراطية، لكن مضمونا هي نوع من البيروقراطية والديكتاتورية في إرساء قانون يهم أكبر فئة اجتماعية. إنه غياب تام سيد الوزير للديمقراطية، ولم يتم إشراك إلا نقابة أو اثنين في إعداد هذا القانون، التي كانت في وقت النظام السابق قاداتها من العصابة وأسباب نشر الفساد. ولولا الرجال المخلصون حدث لهذا الوطن العزيز ما لم يكن في الحسبان. يكفي فقط سيد الوزير أن نشير أن نسبة 30% من العمال في الحد الأدنى لشرعية النقابة. لنقول هذه هي الأحادية التي يريدها هذا القانون أن يشرعها، لأنه وبكل صراحة المعطيات تؤكد استحالة هذا الأمر. كيف لمؤسسة ب100,000 عامل أن تؤسس نقابة ب25% على الأقل؟ هذا مستحيل، خاصة وأن العمال ما عندوش ثقة في الهيئات التي زرعها النظام السابق. ضف إلى ذلك النقاط التالية سيد الوزير: إن هذا القانون يمس بالحريات ويقيد العمل النقابي وحق الإضراب، مخالفا بذلك الدستور. بعض المواد فيها تتنافى والدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. يكرس الأحادية النقابية التحكم في إنشاء النقابات هو إيجابي سيد الوزير، لكن ليس بهذه الصيغة، هو القضاء على النقابات. كما أن بعض المواد كتحديد العهدات في الأصل من صلاحيات الهيئات النقابية في قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية. ورغم أن السبب في إعداد هذا القانون أريد به الصالح العام وتنظيم العمل النقابي والاستقرار، ولا نشكك في ذلك، إلا أنه جاء ترهيبا وتخويفا للعامل. النقابة ملك للعمال وليست أداة في يد الإدارة. سيد الوزير، نحن اليوم ملزمون بأن نكون إلى جانب هذه الفئة وأن نقف وقفة حق، لأن مرور هذا القانون سيكون خطوة نحو التضييق على الأحزاب والجمعيات في المستقبل حين إعداد قوانينها. فنحن كبرلمانيين لا يجب أن نكون أداة للتشريع مضر، بل نكون أداة لتحسين وإعداد قوانين تحترم مبدأ العمل النقابي والحرية في ظل الدستور الذي صوتنا عليه. نحن كلنا ثقة في السيد رئيس الجمهورية الذي يسعى بكل ما أتى من جهد لتحسين حياة المواطن كأول هدف في ظل الجزائر الجديدة. نحن كنائبي حزب الحرية والعدالة نعترض على القانون وسنصوت بلا، ونطالب بإعادة النظر فيه كليا. فمثلا النسبة المئوية لا يجب أن تتجاوز 10%، مع إنشاء منصة رقمية للتحكم في الانخراطات وعدم التلاعب بها كما في السابق. كما أن إلغاء الانتدابات غير موضوعي، ذلك إن القيادات يجب أن تكون منتدبة لتؤدي مهامها نقابية. فالأصح نص مواد تتحكم في الانتدابات وليس إلغائها. سيد الوزير، نؤكد مرة أخرى
انه التاريخ ما يرحمناش، يسجل لنا ويسجل علينا، ومع الاسف راهو قاعد غير يسجل علينا في جل القوانين اللي فاتت نقدروا لم تكن في المستوى تطلعات الجزائر الجديده. وشكرا سيد الوزير. شكرا.